في اعراض كتير قوي ممكن نكون جسمنا بيعملها بشكل لا ارادي وانا مش فاهمه هي دي عباره عن ايه. كان معايا لسه كلاينت تقولي ان هي ساعات بتقعد رايحه جايه في الشقه، حركه سريعه، مشي كتير هو بدون هدف، مش منتظم، مش بتكون بتعمل حاجه معينه. تقولي بلاقي نفسي رايحه جايه في الشقه وانا ما وريش شغل ولا حاجه، بس بطلع لي اي شغل اعمله في المطبخ في البيت او كده. ده بيكون حركه لا ارادي، الجهاز العصبي عايز يتحرر من بعض الضغوطات او من بعض المشاعر القلق والتوتر العاليه قوي اللي متخزنه في جهازنا العصبي، فتلاقي رد فعلنا ان هو رايحين جايين في الشقه. تاني علامه جسمنا بيعملها هي انك تلاقي طول ما انت قاعده معاكي ورقه وقلم وقاعده بترسمي رسومات عشوائيه، يعني دواير، مربعات، قاعده بتشخبطي شخبطه في الورقه. ده كلها برضو علامات ان انت الجهاز العصبي عندك محتقن او ملتهب شويه، فايديكي بتعمل تحرر توتر ده عن طريق ان انت تجيبي على طول ماشيه معاكي ورقه وقلم بترسمي رسومات مش مفهومه. ثالث حركه وهي برضو علامه جسمنا بيعبر بيها، لما تلاقي ان انت مثلا وانت قاعده رجلك قاعده بتهتز جامد قوي طالعه نازل كده، ودي اشهرهم على الاطلاق، ان تلاقي الرجل حركه سريعه جدا تك 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 تك. ده بيكون نتيجه ان انت عندك شعور انكزايتي انت مش واعيه بيه، بس جسمك بيعبر عنه بالشكل ده. هعلمكم حركه فعاله جدا من ضمن تمارين كتير قوي بعلمها للكلاينتس في جلسه انعش جهازك العصبي وتحرر من الضغط، اسمه فول بادي تويست. ان انت بتتحركي بكل جسمك ناحيه اليمين، تعملي زي تويست كده اهوت، وتبصي باقصى اليمين وانت بتتحركي مع جسمك لمده 30 ثانيه، وبتكرري برضو التمرين دوت ناحيه الشمال، والناحيه الثانيه برضو بتبصي باقصى الشمال. عامه تمارين الاسترتشز هي بتبقى مفيده جدا جدا لتهدئه الجهاز العصبي. لو عايزه اعلمك حركات اكتر سوماتيك موفمنت علشان تحسسي نفسك بالتهدئه، تواصلي معايا عشان لسه في عرض خاص جدا الشهر ده قرب يخلص. الكلاينت بعد ما خلصت قالت لي فعلا حست ان هي هديت جامد جدا وحاسه بريلاكسيشن بقالها فتره طويله قوي ما حسيتش بيه، وان كأن دماغها فضيت. وفعلا الحركات دي بتحسسنا بهدوء في الافكار. لو انت عندك حتى تفكير زائد وزحمه قوي في الافكار سواء سلبيه او ايجابيه، بس في دوشه وزحمه، فهي بتخلي راسك حاسه بهدوء، كأنك في حاله من الفراغ كده، وهي حاله ممتعه حقيقي كلنا محتاجينها وسط الضغوطات اللي بنعيشها دي.